أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام. اليوم دعوة للاجتهاد قليلا ولنتعب أدمغتنا بعض الشيء بالمنطق حتى نصل إلى حقيقة ما وغير ما يحكى في بعض الكتب وعلى ألسنة المدعين. يشاع دائما أن جدنا موسى الكاظم عليه السلام قضى حياته في السجن حتى توفي فيه، ولكن تؤكد لنا كتب أخرى أنه كانت لديه من الذرية 37 أو 38 حسب الروايات، حتى تبدو لي كأنها مفارقة كبيرة. كما يقال بأن الخليفة هارون الرشيد هو من سجنه وأنهى حياته في سجنه. لنحتكم وإياكم للمنطق والعقل. أولا أنهم كانوا أولاد عم. ثانيا كان لموسى الكاظم ابن اسمه هارون. ماذا يفسر لنا هذا؟ سيدنا الكاظم عليه السلام لم يسجن، ولكن وضع في إقامة جبرية بسبب وشاية البرامكة ولمدة بسيطة في قصر أحد وزراء الخليفة، واسمه الربيع، الذي كان محبا للأدب والفقه، فرحب بموسى الكاظم أن يكون عنده. وبعدها تحول إلى قصر بن شاهك البرمكي رئيس حرس الخليفة هارون الرشيد. هنا بدأت المأساة. حين ذهب الخليفة للحج وأثناء رحلته بعث رسولا يأمر فيه رفع الإقامة الجبرية عن الإمام موسى الكاظم ومنحه مبلغ 1500 دينار، كما ويخير بالبقاء في بغداد أو الذهاب إلى المدينة المنورة، لكنه اختار الذهاب إلى المدينة المنورة حتى أصر أنه لا يغادر بغداد حتى يعود الخليفة هارون ليودعه. ولكن البرامكة لم يروق لهم هذا الصفاء بين أبناء العمومة، فأرسلوا له يحيى بن خالد البرمكي الذي دعا السندي بن شاهك ليتدبر الأمر في الإمام موسى الكاظم عليه السلام، فوضعوا له السم كما يقال في رطب التمر، ومات بعد 3 أيام. وعندما علم الخليفة هارون الرشيد شعر بخطورة مخططاتهم وثار غضبه، فقرر في سنة 803 ميلادية القبض على جميع أفراد عائلة البرمكي، وصادر أموالهم وممتلكاتهم، وقتل البعض ووضع الكثير منهم في السجون. وفي ساعات قليلة انتهت سطوة وعنجهية البرامكة، وسميت معركة الرشيد ضدهم بنكبة البرامكة. هذا مختصر مفيد فيما وصلنا بأوراق مزورة صدقها من لا يقرأ خفايا التاريخ. ربما يسأل البعض عن المصادر، سأذكرها لكم في نهاية الفيديو، ولكم مني أجمل التحايا.